الله الرحمن الرحيم. الآن الساعة 9:22 وأنا في انتظار فروخ من الزاجل. انطلقت على بعد 17 كيلو ونص تقريبا قبل دقائق، وأنا الآن على سطح بحري المزاد، وهذا هو اللفت. سوف أعطيكم جولة. الجو جميل، يكاد أن تكون فيه غيوم. وإن شاء الله أنا أتوقع أنه في زمن أقل من ربع ساعة يصل المجموعة، وهي تتكون من 6 فروخ. فيهم فرخ لأول مرة يطلق من هذه المسافة، ويكاد أن يكون ما خرج عن دائرة الكيلو أو أقل من الكيلو في حوالين اللفت. فمخططي تجربة نوع الحمام، يعني بما انه ما خرج عن دائرة الكيلو عن اللفت، فإذا رجع أثبت قوة سلالته ونظافة النسل وحسن التركيب، وإن شاء الله أنا شخصيا أعتمد على شيء أساسي جدا: لا تحزن إذا لم يرجع طيرك. فإذا ما رجع الطير وفر عليك أكل ورعاية واهتمام ومكان في اللفت. دائما حط في بالك انه اللي ما رجع زي اللي يقول لك انا مش عاوز ادرس. تدور على غيره، واحد يكون مجتهد وعاوز يدرس، وتضع في هذا الكرسي. يصلون الأبطال إلى اللفت خادمين من ومعهم الفرخ الصغير. ما شاء الله تبارك الله، يعني من حركتهم تعرف انه لم يجدوا. هذا هو الفرخ، هذا هو الفرخ الذي اطلق اول مرة. وها هم باقي الكواتر. نحن ندرب
لكي نصنع الصقور ولا الحمام. فروخ عمرهم ما تجاوز 4 شهور و3 شهور وشهرين. ولو تلاحظون معي أنهم يدخلون اللفت لوحدهم دون تصفير كما يفعل في الخارج. والدلال كما يفعل البعض، حتى انه يدخل الحمام الى اللفت، دخلوا الكواسر الى اللفت. الان حنمشي نتفرج على الحلوين وهم داخلين اللفت. طبعا ده لفت منفصل، لفتين من هنا ومن هناك. تتفرج على هذا هو الفرق الصغير الذي كنا نشك في رجوعه في نفس اليوم، ولكن فضل من الله عز وجل رجع في نفس اليوم في أقل. ده الجوز من اللي رجعوا اللي بياكلوا في الصينية دي، واللي خلفهم هناك واقف في الستاندر واحد، وديل 3 من اللي رجعوا الآن دخلوا جوا اللفت، سجلوا حضور وطلعوا يتمشوا. وإن شاء ما شاء الله تبارك الله إن دل يدل على إنهم يعني ما في أي مجهود، وصلوا في الزمن المحدد. إن شاء الله الواحد يحاول إنه يزيد السرعة زيادة وزيادة. اللي واقف في الستاندر ده أو ده واحد من اللي كانوا برا. طبعا في كواسر صغار المفروض يطلعوا زي اللي واقف فوق الستاندر ده واحد، وده الثاني، والحلوين الصغار ده برضو في انتظار